كلنا كجيل جديد كنا موهومين بموهبة صالح جمعة بسبب بساطة الطولية العبقرية والسيروهات اللي ملهاش زي، بس ده لأننا ما شفناش أروع صانع لعب مصري الموهوب علاء ميهوب. علاء ميهوب كان صانع لعب مش عادي. عارف انت الناس اللي بتكلم الكورة حرفيا وتقول لها روحي فبتروح وبتسمع كلامه؟ هو ده علاء ميهوب. تمريرات طولية بالمسطرة، سيروهات زي سيروهات المعلم وتتفوق عليه كمان، مهارة وفنيات وسبعات وترقيص شوارع تلاقي. بس كده لا طبعا، اهداف ولا اروع، وتكملة هجومية في الصندوق زي ما الكتاب بيقول، بيمينه وشماله وكمان ضربات رأس. علاء ميهوب مسجل 11 هدف في بطولة افريقيا، وده رقم كبير جدا. في مهاجمين كتير جدا جم الاهلي وما قدروش يحققوا نصه، ده غير اهدافه المحليه اللي كانت دايما مؤثره، زي هدفه في المصري سنه 84 في نهائي الكاس في الوقت بدل الضائع، وكان هدف التعادل، وقدر الاهلي يرجع في الاشواط الاضافيه وحقق البطوله وكسب 3-1 بفضل مهاره الميهوب علاء ميهوب. وزي هدفه في الزمالك موسم 88 89، وبفضل الهدف ده حقق الاهلي بطوله الدوري وقتها. علاء ميهوب ولد عام 1962 وبدأ مشواره مع الكورة في نادي الحومدية، حتى انضم الناشئين الأهلي عام 1974، وبدأ في الأهلي كجناح شمال، وده المركز اللي كان بيحب يتواجد فيه وبيحب يظهر فيه إمكانياته. لكن مدربه في الناشئين كان شايف فيه حاجة مختلفة، شايف إن الولد ده بصير مختلف وعنده حاجة مختلفة، يقدر يلعب في نص الملعب، وفعلا نصحه بكده وعلاء ميهوب مسك في الكلمة، وبدأ يظهر اسم علاء ميهوب ويلمع في كأس العالم للناشئين عام 1981، وانضم للفريق الأول مع الأهلي عام 1982. ومن هنا بدأت الانطلاقة مع النجومية والشهرة لأحسن صانع ألعاب مصري الموهوب علاء ميهوب. علاء قدر يسجل مع الأهلي 51 هدف وصانع 49 هدف، وده بيبين قدرته العظيمة في التمرير وصناعة اللعب. وقدر يحقق 18 بطولة، 5 دوري مصري و6 كاس مصر و2 دوري أبطال أفريقيا و3 أبطال كؤوس وكاس أفرو أسيوية مرة، كاس الاتحاد التنشيطية مرة، وانضم كمان لقائمة منتخب مصر عام 90 في كاس العالم، ولكن لم يشارك في ولا مباراة بسبب كابتن الجوهري هو وطاهر أبو زيد. حتى حان موعد الرحيل، استغنى النادي الاهلي عن علاء ميهوب هو و7 اخرين كمان، طاهر ابو زيد وربيع ياسين ولاعيبه كبيره جدا، ورحل ساعتها الى الاولمبي. وحصلت اللقطه الاشهر في تاريخ علاء ميهوب، ولكن قبل ما اعرض لكم اللقطه دي ونتكلم عليها، تعالوا الأول نشوف جونين كده من أجوان علاء ميهوب العالمية. ده الهدف الأول معانا، شوف الاختراق من نص الملعب عامل ازاي، والوان تو مع العميد حسام حسن، ثم من على ال 18 يبعت قنبل على رأي كابتن لطيف بشماله اللي كانت زي يمينه، ما تعرفش هو أشول ولا أيمن، لا تصد ولا ترد، معلنا عن الهدف الأول للنادي الأهلي. والهدف الثاني معانا ضربة رأسية، شوف برضو التكملة بتاعته في ال 18 وازاي قادر ياخد مكان صح ويهرب من الرقابة ومن المدافع وينزل للكورة يوجهها براسه على شمال الحارس. ولا احسن مهاجم مش لاعب نص ملعب، بيفكرنا بتكملة تريك الهجومية في ال 18 المميزة. تعالوا بقى احكي لكم القصة الاشهر في تاريخ علاء ميهوب. وهو لما راح الاولمبي بعد ما الاهلي مشاه، راح الاولمبي لعب ماتش الثاني الثالث كان ضد الاهلي. علاء ميهوب بسبب مهاراته الاستثنائية قدر يسجل هدف في النادي الاهلي فريقه القديم. علاء ميهوب بقى اي حد مكانه هيقعد يغل ويعمل زي الطموح وزي اي لعيبه بنشوفها اليومين دول، ولكن علاء ميهوب بعد ما سجل هدف في النادي الاهلي قعد يبكي حرفيا في الملعب، وخرج ما كملش الماتش. ودي كانت حادثه غريبه من نوعها في الوقت دوت. خرج ما كملش الماتش وما رجعش لعب كوره تاني ابدا، خلاص بطل كوره. بعد ما سجل جون في النادي الاهلي قعد يعيط ويبكي وما لعبش كوره تاني خالص. وانتهت قصة علاء ميهوب مع الكورة هنا والملاعب. ودي كانت قصة أمهر صانع ألعاب مصري الموهوب علاء ميهوب. لو عجبتك الحلقة واستمتعت بالقصة ومهارات علاء ميهوب، ما تنساش تدعمني بلايك وفولو وشير للفيديو، عشان دعمك ده أهم حاجة عندي يا صديقي. وبس كده، سلام.